الاهلي محتاج ان هو يشتغل على النقطه دي. قطاع الناشئين في النادي الاهلي فاشل بامتياز. تمام، فلوس على الفاضي ولا تسوي جنيه. هو بالسلام عليكم. اكيد حاجه بتحصل فيه بقطاع الناشئين ده عشان يطلع ناس بالمنظر اللي انت شفته النهارده ده. انتوا بتهرجوا يا جدعان، ده انتوا بتلعبوا معلش يعني مع احترامي وتقديري الكامل لمصرية اتصالات فريق درجه تانية. تمام، فانا بصراحه شايف انه ما فيش قطاع الناشئين في الاهلي بلح. ثالثا، تدعيم خط الدفاع وخط النص ده يعني لازم، حتميا لازم تدعيم. تمام، يعني ارجع اقول لك كل مباراة لها ظروفها، لكن الروح يعني تخيل انت النهارده لو كانوا بيأدوا بروح وعزيمة ورجولة وكلام زي كده كان ممكن الكلام اختلف. لكن انت بتلعب اصلا فريق درجة تانية وانتوا ما عندكوش لا عزيمة ولا روح ولا اداء ولا اي حاجة خالص. مفيش حاجة تنفع بربع جنيه. تمام، والجهاز الفني ما تجيش تقول ان انت بتجرب. انت بتجرب في كاس الرابطه، قلنا ماشي يا عم، نتائج سلبيه وخساره ومش عارف ايه. بتجرب ناشئين وبتجرب لعيبه احتياط وكلام زي كده في كاس الرابطه. ما تجيش تقول لي بتجرب كمان في كاس مصر، ما هي بطوله. انا خايف بعد كده تيجي تقول لي بجرب في الدوري ويضيع الدوري عشان بيجرب. انا مش عارف في ايه، هو ايه استرب في خاب ليه كده اصلا؟ ووليد صلاح الدين فين دوره اساسا؟ فين دورك انت كمدير كوره مع لعيبه كسر زي دول؟ مفيش واحد فيهم عنده نخوة كده وماسك نفسه وتحس ان هو عنده حمية ولا عنده دم ولا ايه يا عم ده؟ انتوا في ايه يا عم؟ حاجة غريبة جدا والله العظيم. اداء سيء ولعيبة اصلا يعني لو قعدوا يلعبوا للصبح مش هيجيبوا اجوان اصلا. تمام، واد سعيد ووشه عامل زي حته الجبنه النستو كده ونزل كده. والمدير الفني برضه النهارده اداء سيء يسترب. يعني انا مستغرب بصراحه، ماتش يعني فضيحه والله العظيم فضيحه. اليوم حق الزملكاويه النهارده يحفلوا. تمام. يا نهار ازرق يا حزن الحزن.